عارف ان في مواقع كتير ومعادلات بتحسب لك السعرات الحراريه بتاعتك اللي انت محتاجها على مدار اليوم، وانت ممكن تكون طبقت السعرات الحراريه دي وجابت معاك او ما جابتش. في الفيديو ده انا جاي اغير لك معتقداتك عن الموضوع ده تماما واشرح لك السبب في الموضوع ده. اولا عارف انا بقالي مده متاخر عليكم شويه في الفيديوهات، ولكن اعذروني، ده بس كان بسبب الضغط اللي كان عليا في الكليه بسبب الامتحانات وهكذا. ولو اي حد ميديكال فيلد اكيد فاهم ايه الموقف والامتحانات عندنا بتكون الاخبار عامله ازاي. يعني نمسك الموضوع من الاول. فلنفترض انت مثلا دلوقتي عايز تحرق دهون او تبني كتله عضليه، فجيت مثلا تقعد تدور في الموضوع وتسرش، تلاقي مثلا ايه اغلب الدكاتره او المدربين يقعد يقولوا لك انت لازم تتعلم تحسب سعراتك الحراريه، وبعد ما تعرف ازاي هتحسب سعراتك الحراريه دي تبتدي تقلل عنها بقى او تزود بناء على هدف. وبالفعل الكلام ده صح، وانت مثلا تيجي تطبق حاجه زي كده وتخش على موقع مثلا زي bodybuilding.com تلاقي فيه كالوري كالكوليتر بتدخل فيه مثلا بيانات بتاعتك زي مثلا ايه سواء بقى انت ميل ولا فيميل، الوزن، الطول، الحاجات دي كلها، ومعدل نشاطك اليومي مثلا. وانا برضو كنت عامل فيديو بيوضح ازاي تحسب فيه سعراتك الحراريه بالظبط، وكانت بلاي ليست اصلا ازاي تعمل نفسك نظام غذائي بشكل كامل. وبعد ما بتعرف السعرات الحراريه اللي انت محتاجها على مدار اليوم بتقعد بقى ايه تقلل منها او تزود عليها بناء على الهدف اللي انت عايز توصله. والكلام ده في ناس بتيجي تطبقه وتلاقي الموضوع جاب معاها وفعلا السعرات اللي عملتها دي وصلت لنتائج بيها، وفي ناس تانية هتيجي تطبق الموضوع ده تلاقي مفيش اي نتيجه وممكن النتيجه عكسيه. طب ايه بقى المشكله في الموضوع ده؟ السبب اجابته في البحث ده، وفي الاخر هقول لكم رايي. البحث ده اتعمل اولا سنه 2021 او كان ميتا اناليسيس بمعنى صح، اللي هو مجمع لك ابحاث كتير وفي زي ما تقول كده ايه ناس كتير جدا او الافات الناس كانت شاركت في التجربه دي. والبحث ده برضه اتنشر في ساينس جورنال، واصلا المجله دي تقيله جدا، هي اصلا Q1 دي معناها ان هي من اتقل 25% من المجلات في مجالها من سنه 99، والامباكت فاكتور بتاع 47، وده مؤشر بيقيس لك معدل الابحاث اللي بيتنشر في المجله. وطبعا لما الامباكت فاكتور ده بيعدي ال10 فده معناه ان المجله دي بتكون حاجه قيمه وكويسه. فاللي عايز اقوله لك ان البحث ده من الحاجات اللي الايفيدنس او المصداقيه بتاعتها عاليه جدا. وانا حاولت اصلا اعمل فيديو عن موضوع الابحاث ده عشان الموضوع ده عليه لغط كبير جدا، وتلاقي مثلا اي مدرب او ايا كان الشخص يجيب لك مثلا بحث مجهول المصدر مش عارفين ده اصلا منشور في مجله ايه او كده، ويحاول يثبت لك فيه بعض الكلام او رايه الشخصي مثلا. فلازم نكون عارفين ان الابحاث بتكون درجات في الايفيدنس او المصداقيه بتاعتها. فالمهم بقى البحث ده كان بيقيس معدل الحرق في الناس مثلا على حسب بقى ايه السن بتاعهم، الجندر زي مثلا سواء بقى رجاله او ستات، الوزن بتاعهم، الفات فري ماس وزنهم من غير الدهون يعني. فلو جينا شفنا بقى في البحث هنا هتلاقي ممكن اتنين الفات فري ماس او وزنهم مثلا الاتنين زي بعض بالظبط، وتلاقي في واحد بيحرق اكتر من التاني. يعني مثلا في اتنين نفس الوزن والكتله العضليه وفي واحد بيحرق اكتر من التاني، وزي ما انا قلت هما الاتنين مثلا نفس الكتله العضليه ونفس السن. طبعا اي حد فاهم شويه في موضوع الحرق وكده هيكون عارف ان الكتله العضليه من العوامل اللي بتفرق جدا في الحرق. طب ايه بقى السبب؟ الموضوع يرجع للجينات واسلوب حياه الشخص. عارف طبعا هيجي حد دلوقتي يقعد يقول لك يا ده كل لما الكتله العضليه تزيد ده معناها الحرق تزيد. هقول لك الكلام ده صح وانا فاهم انت بتقول ايه ومقدر الكلام ده، ولكن في البحث هنا هو جايب اتنين نفس الكتله العضليه هم، وفي واحد بيحرق اكتر من التاني. فهنعمل ايه؟ ممكن يكون اتنين نفس مثلا الوزن ونفس الكتله العضليه وكل حاجه وتلاقي واحد بيحرق اكتر من التاني. دي جيناتك ولازم تتقبلها. هنعمل ايه؟ وبرده بصراحه الكلام ده انا شفته عمليا بالخبره. مثال حي، انا اصلا كان في عندي كلاينت وزنه 55 كيلو، فكنت وصلنا ان احنا بديله 3200 سعره حراريه في اليوم، والغريبه ان كان وزنه بيقل مع ال 3200 كالوري اللي بيدخلهم على مدار اليوم دول. ومثلا في كلاينت تاني كان عندي برده بشكل عملي وزنه 140 كيلو وكنا بندخل 1800 كالوري في اليوم. المفاجاه ان هو كانت السعرات دي مش بتخسسه ولا حاجه، وانا متاكد ان هو ملتزم بالدايت. عشان كده الموضوع اكبر من معادلات حساب السعرات الحراريه، والموضوع فيه حاجات كتير تانية بتفرق جدا. طب انت بقى دلوقتي عايز تعرف ايه السعرات الحراريه بتاعتك او اللي انت محتاجها على مدار اليوم، عشان انت حاسس دلوقتي ان انا صعبت لك الموضوع. فتعالى اقول لك دلوقتي هنعمل ايه. اللي هنعمله ان احنا هنجرب. الموضوع بسيط جدا، بمعنى انت هتمشي ورا معادلات حساب السعرات دي والكلام ده كله. وطبعا ممكن تشوف الفيديو اللي انا عملته عن ازاي تحسب السعرات الحراريه اللي انت محتاجها. فناخد مثلا مثال شخص وزنه 80 كيلو، فمن الكلام اللي انا قلته في الفيديو هتضرب مثلا وزن ال 80 ده في 2.2 في 14 لو الشخص ده ايه النشاط اليومي بتاعه بيكون قليل شويه. هتلاقي مثلا سعرات الثبات حوالي 2400 مثلا حاجه و60 تقريبا او حاجه و40. فدي بقى المفروض السعرات اللي لو دخلها على مدار اليوم لا يتخن ولا يخس. دي المفروض سعرات الثبات بتاعته على الورق. نعرف منين بقى او نتاكد ازاي ان دي سعرات الثبات بتاعته؟ الحل ان هو يوزن يوميا، يعني كل يوم يوزن على معده فاضيه مثلا كده، ونيجي ناخد اخر الاسبوع الافريج او المتوسط، اللي هو مثلا ناخد ايه كل الاوزان اللي وزنها كل يوميا دول، ونيجي اخر الاسبوع نقسمهم على 7 نعرف متوسط الوزن بتاعه كام، ونكرر مثلا الموضوع ده اسبوعين ل3 ونشوف. والله لو الوزن بتاعه فضل ثابت يبقى دي كانت فعلا سعرات الثبات بتاعته. والله لو وزنه قل شويه يجرب مثلا ايه يزود مثلا 100 او 200 سعره زياده، ويجرب برده يستنى اسبوع واسبوعين ويشوف مثلا ساعتها وزنه اتحرك ولا لا. فلو مثلا وزنه فضل ثابت يبقى خلاص مثلا ال100 ولا
200 سعره اللي زودناهم دول كده سعرات ثبات بتاعته، ونمشي بهذا النمط بقى سواء تقلل او تزود. طب فلنفترض انت خلاص عرفت سعرات ثبات بتاعتك والامور تمام، بس انت حاسس انها قليله قوي وعايز تعليها، تعمل ايه دلوقتي او ايه هي الطرق اللي تعلي الحرق بتاعك؟ انا عملت فيديو كامل شرحت فيه كل الاشياء العلميه او كل الحاجات اللي العلم اثبت انها ممكن تعلي الحرق، وايه هي برضو الخرافات او الحاجات اللي الناس بتقعد تقول دي بتعلي الحرق ولكن هي خرافات لا بتعلي الحرق ولا حاجه. فاتمنى تشوفوا الفيديو ده، وفي الاخر لو في اي حد عنده اي اسئله يقدر يسأل في الكومنتات، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.